من جامعة كامبريدج. الآن نأتي إلى الخوريين. في الحقيقة الخوريون هم نفسهم السوباريون، لأن السوباريين اسمهم اسم جغرافي مثل الأموريين. فباللغة السومرية سوبير يعني الشمال، فكانوا يعيشون في شمال بلاد ما بين النهرين ميسوبوتاميا، ولذلك سموهم بالسوباريين. والسوباريين يعني الشماليين، بينما هم الخوريون يعني العنصر أو الإثني هم الخوريون اسمهم، بينما سموهم شماليين. والأموريين سموهم الذين عاشوا في غرب ميسوبوتاميا بالأموريين بأسماء جغرافية. فتأكيدا لقول هذا، فيقول مثلا هيرسفيلد بأنه ظهر من نصوص بوغازي كوي التي ترجع تاريخها إلى ما قبل عام 1600 قبل الميلاد، بأن الهيتيين كانوا يسمون لغة بلاد سوبارتو خوريلي، يعني اللغة الخورية، كانوا يطلقون على السوباريين. وهذا يعني بأن الخوريين هم السوباريون الذين كانوا من الأقوام الجبلية الهندو آرية، كما بالنسبة للغوتيين والكيشين وغيرهم. لذلك الخوريون أتوا من جبال زاغروس وتوروس ونزحوا إلى المناطق السهلية على ضفاف نهري دجلة والفرات. وطبعا أسباب الهجرة كثيرة، قد تكون بسبب زيادة نفوسهم وقلة الغذاء بعد أن زادت نفوسهم، أو بسبب عدم كفاية الأراضي الزراعية والمراعي لهم، أو بسبب قسوة المناخ. المنطقة باردة في مناطق جبلية باردة، فالحياة كانت صعبة، أو ربما بسبب نزاعات داخلية بينهم، بين عائلات وعشائر، فقسم منهم اضطروا إلى الهجرة إلى المناطق السهلية. وأيضا دكتور جمال رشيد أحمد يشير إلى هذه الحقيقة، أن الخوريين كانوا هم السوباريين، حيث يقول أن سكان بلاد سوبارتو التي كانت تشمل كل من أرابخة وناوار وباراخشي وغيرها من المقاطعات لم يجري عليهم تغيير إثني، بل أن أسماءهم قد تغيرت. لذلك حل اسم الخوريون محل اسم السوباريين بعد عصر حمورابي. هذا في كتابه يذكره، كتابه اسمه دراسات كردية في بلاد سوبارتو بغداد، صادر في سنة 1948، صفحة 26. كما يذكر الدكتور جمال رشيد أحمد بأن الخوريين ظهروا منذ الألف الثالث قبل الميلاد، وجاء في السجلات المسمارية في الألف الثاني قبل الميلاد بأن الخوريين كانوا سكان المناطق الواقعة على نهر زاب الصغير والسهول بيتوانا وكركوك والموصل ووان والجزيرة ووديان نهر الخابور،
وصولا إلى مدينة حلب الحالية. هذا يذكره الدكتور جمال رشيد أحمد في كتابه ظهور الكرد في التاريخ، صادر سنة 2003 صفحة 601. فنحن نذكر ونعتمد على المصادر الموثوقة، إلا أنه مع الأسف هناك أعداء للكرد يطلقون دعايات كاذبة بدون استناد إلى مصادر، وحتى في الآونة الأخيرة ادعوا أن مؤرخا إنجليزيا لا أذكر اسمه ذكر على أن الكرد لا حديثو العهد في المنطقة ظهروا في القرن 19، وطبعا تم الاتصال بهذا الأستاذ من قبل بعض الكرد، وذكر هذا الباحث بأنه لم يذكر هذا الشيء، وأن الكرد شعب عريق في المنطقة، فقط يخلقون أكاذيب لمسح وطمس التاريخ الكردي العريق. بينما نحن هنا نعتمد على المصادر الموثوقة، ولا يفيد أن نقوم بتزوير التاريخ وتحويره. التزوير والتحوير لا يدوم، وإلا مثلا أنا إذا أقوم بتزييف وتحوير أو أعتمد على العاطفة تجاه الشعب الكردي، لا أكتب التاريخ وأترك مزاولة هذه المهنة، لأن التزييف والكذب لا يفيد. هناك آلاف المؤرخين الآخرين سوف يدحضون أقوالي إذا كانت غير صحيحة. دكتور، أنت تعتمد على مصادر وتقول مصادرك وتذكر مصادرك، لذلك لا تهتم بشيء، استمر في عملك. لا، أنا أذكر هذا حتى كثير من الإخوة الكرد يبعثون لي مقالات تذكر بأن الكرد ليس لهم تاريخ، ولذلك أنا أطمئن أضعهم أو حتى يطمئنون على هذا الشيء، بأن التاريخ كما ذكرت قبل قليل فحص DNA، هذا فحص علمي وعلم جديد يثبت بأن الكرد هم أحفاد الأشخاص الذين عاشوا قبل 12,500 سنة. وإذا مثلا يقولون الكرد ظهروا في القرن 19، طيب صلاح الدين الأيوبي قبل القرن 19، الإمارات الكردية قبل 1000 سنة. يعني كما يقال حبل الكذب قصير. نعم. فكما يذكر قال بأن الخوريين برزوا في التاريخ منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد، وأقرب لغة لهم هي اللغة الأورارتية، بل
على الأرجح أن اللغة الأوراركية تنحدر من اللغة الخورية. طبعا في النهاية أذكر المصادر. ويستمر في قوله بأنه في النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد انتشر الخوريون في منطقة الشرق الأدنى وتغلغلوا في شمال بلاد ما بين النهرين، وكانت من مراكزهم المهمة نوزي مدينة كركوك الحالية، وأقاموا مملكة ميداني في شمال بلاد ما بين النهرين، وكانت لغتهم من اللغات الهندو أوروبية، ووصلوا إلى غرب كردستان. يذكر العالم هورست كلينكل بأن الخوريين بدأوا بالظهور في غرب كردستان. الآن أذكر فقط عن الخوريين، وفيما بعد سأثبت بأن الخوريين كانوا كردا. وصلوا إلى غرب كردستان منذ مطلع الألف الثالث قبل الميلاد، وحكموا عددا من المناطق. هذا المصدر هورست كلينكل. اسم الكتاب حمورابي البابلي وعصره، ترجمة محمد وحيد خياطة، دار المنارة للنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى سنة 2003. عاش الخوريون في منطقة تمتد من جبال زاغروس إلى منابع نهر الفرات، أي في جنوب وغرب كردستان الحاليين. هذا ما يقوله اسكندر داود. اسم الكتاب الجزيرة السورية بين الماضي والحاضر، مطبعة الترقي، صادر سنة 1959، صفحة 119. من جهة أخرى يقول الدكتور نعيم فرح بأنه منذ منتصف الألف الثاني قبل الميلاد عاش الخوريون في جنوب وغرب كردستان، وفي القرن الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد كانت حدود هذه المملكة تمتد من جبال زاغروس إلى البحر الأبيض المتوسط، ومن بحيرة وان إلى آشور، وأن الخوريين الميدانيين كانوا في أوج قوتهم في القرن السادس عشر قبل الميلاد. هذا كتاب دكتور نعيم فرح، اسمه معالم حضارات العالم القديم، صادر من دار الفكر سنة 1973، في صفحة 198. كما يذكر روبرت أنطونيو بأن المنطقة الممتدة من شرق دجلة إلى سلسلة جبال زاغروس كانت موطنا للخوريين. فالمصادر الإنجليزية في نهاية هذا الشرح سوف أذكرها. أيضا ويليام لانجر يقول في حوالي سنة 1690 قبل الميلاد بدأ الخوريون ينتقلون من موطنهم وينتشرون في مناطق من وان شمالا إلى مناطق شوشارة ونوزي الواقعة قرب مدينة كركوك جنوبا، وإلى شمالي الموصل. هذا الكتاب لويليام لانجر اسمه موسوعة تاريخ العالم. أشرف على الترجمة دكتور محمد مصطفى زيادة، الطبعة الأولى القاهرة، صادر سنة 1963، صفحة 62. من جهة أخرى يذكر المؤرخ البروفيسور كمال مظهر أحمد بأن مدينة نوزي هي نفسها مدينة كركوك الحالية، وأن الخوريين أطلقوا هذا الاسم على هذه المدينة. كتاب دكتور كمال مظهر أحمد اسمه كركوك وتوابعها، حكم التاريخ والضمير، دراسة وثائقية عن القضية الكردية في العراق، وزارة الثقافة كردستان، صادر سنة 2004، صفحة 7.
أيضا المصادر السومرية تتحدث عن حملات ملوكهم إلى بلاد الخوريين، وتكشف عن أهمية مدينة خمازي كانت واقعة بين مدينة كركوك وأربيل آنذاك. كما تتحدث نقوش الملك الأكدي سرغون الأول الذي حكم من سنة 2340 إلى 2284 قبل الميلاد عن حملاته المتكررة على بلاد الخوريين، ولا سيما إلى مدينة سيمورم. وأيضا حفيده نارام سين الذي حكم من سنة 2259 إلى 2223 شرعت المدونات المسمارية تتحدث بوضوح عن الخوريين غربي دجلة، ووصوله إلى منابع دجلة والفرات لمحاربة مدينة شنم إندا وقمعه انتفاضة خورية، ووصلت قواته إلى أوركيش. هذا أوركيش مدينة خورية كانت تقع قرب عمودة في غرب كردستان، ومدينة توتول أيضا كانت تقع قرب مدينة الرقة. فأكتفي بالنسبة لموطن الخوريين وتاريخهم وتاريخ نزوحهم إلى المناطق السهلية. أكتفي بهذا القدر، بس أذكر المصادر الأجنبية. فبالنسبة إلى هيرسفيلد، هذا الكتاب صادر سنة 1986 وعنوانه The Persian Empire West Baden page، يعني صفحة 158. وأيضا قلب إغناس صادر هذا الكتاب سنة 1944، وعنوان الكتاب Hurrians and Subarians Studied in Ancient Oriental Civilization نمبر 22، صادر هذه من جامعة شيكاغو. ومصدر آخر اسم المؤلف هو أنطونيو روبرت، وأنطونيو الاسم اللقب وروبرت اسمه الأول. هذا الكتاب صادر سنة 2007، عنوانه The Rise of Hurrians يعني الخوريون، International World History Project. هذه كانت مشروع بحث عالمي، نتائج البحث ناشرة في هذا الكتاب. ومؤلف آخر اسمه باول ثيم، هذا الكتاب صادر سنة 1960 واسمه The Aryan Gods of the Mitanni Treatise Journal of the American Oriental Society، رقم 80 من صفحة 301 إلى 317. وكتاب آخر لكوتربوك هانس غوستاف، هذا صادر في سنة 1950 واسمه هيتيت ريليجن، دين الهيتيين، in forgotten religions، في أديان منسية، including some living primitive religions. فهذا
صفحة 88 إلى 89 وصفحة 103 إلى 104. أذكر شيئا بسيطا عن الممالك الخورية. بعد أن عرفنا نزحوا إلى المنطقة الساحلية، فحتى نعرف ماذا بنوا، ماذا. طبعا الخوريون كانت لهم حضارة عريقة جدا. لا يسع الوقت للحديث عن حضارتهم، لكن أذكر فقط بأن الخوريين هم أول من ابتكروا الحروف في العالم في التاريخ البشري. 30 حرف ابتكروا 30 حرف، وهذه الحروف أصبحت أصل تقريبا كل لغات العالم. بينما الآن مثلا يطلقون على الكتابة الكردية في جنوب وشرق كردستان الحروف العربية. العرب والآراميون والعبريون والإنجليز وكل اللغات الهندو الأوروبية كلها مأخوذة من حروف أسلاف الكرد الخوريين. وطبعا هذه كانت ثورة يعني حروف وتجمع حروف وتكون كلمة. كانت ثورة جبارة لحد الآن، يعني بدون يعني حتى السومريون كانوا مقاطع وهذه رسوم وهذه، لكن هؤلاء ابتكروا حروف وجمعوا الحروف مثل الآن وكونوا كلمات. أيضا الخوريون هم أول من ابتكروا نوتة موسيقية. حضارتهم كانت راقية جدا. بالنسبة للممالك الخورية، طبعا الخوريون عاشوا في مدن مختلفة من كردستان مثل خوزي وأربيل ومناطق قريبة من ورمية في شرق كردستان، ومدينة أوركيش في غرب كردستان قرب عمودة بحوالي 8 كيلومترات. فكانت هناك مملكة خورية باسم مملكة خمازي، فكانت هذه أقدم مملكة خورية، وظهر في وقت مبكر في سوبارتو هذه كما قلنا هم الخوريون، وكانت من الممالك الهامة في تلك الفترة. ويرد اسم خمازي في قائمة الملوك السومرية في المرتبة السادسة بين المدن التي استقرت فيها الملكية بقرار إلهي بعد حدوث الطوفان، وحكم فيها ملك واحد يدعى خدانيش. يعني حتى هذه الكلمة قريبة جدا من الكلمة الكردية. خدا يعني إله، طبعا إله أعطاهم هذه المملكة. خدا نيش يعني جلس، يعني الإله أو الله أجلسه على العرش. طبعا هذا تفسير يعني غير معتمد على المصادر، لكن كتابة وتلفظ هذه الكلمة. ثم انتقلت الملكية إلى أوروك، ومن الشواهد الكتابية يتضح أن هذه المملكة كانت في منطقة شرق دجلة بين نهري الزاب العلوي وديالى، وكانت تقع بين أربيل
منطقة كركوك وربما الزاب السفلي. ومملكة أخرى كانت اسمها أوركيش ونجار. نجار أيضا كلمة كردية لحد الآن. نجار يعني صورة باللغة الكردية. نجار كشم يعني أرسم صورة. في النهاية طبعا راح سوف أذكر عدد من الكلمات الكردية والخورية والأورارتية المشتركة، يعني كلمات تكلموا بها قبل 5000 سنة ولحد الآن باقية في اللغة الكردية. كانت هذه المملكة هي مقر البانثيون. بانثيون يعني مجمع الديني، مقر الديني، وكان مركز لملك الآلهة الخورية كوماربي. كان هذا مركز هذا الإله. وجاءت نصوص مختلفة على ذكرها، فلوح البرونز العائد للملك أتل شين يذكر أنه ملك أوركيش ونوار، ويرجح أن هذا الملك قد حكم في عهد الجوتيين في حوالي سنة 2015 إلى 1998 قبل الميلاد. وأيضا أسسوا أيضا مملكة أخرى باسم يامهات، حيث بحلول عام 1725 قبل الميلاد وصل الخوريون إلى أجزاء من غرب كردستان مثل الألالاخ. يذكر التاريخ بأن مملكة يامهات الخورية كانت في صراع مع الملك الهيتي هاتو سيليس الأول في حوالي سنة 1600 قبل الميلاد. الخوريون استوطنوا هذه المنطقة الواقعة في جنوب الأناضول، يعني في شمال كردستان. وفي النهاية خضعت هذه المملكة للمملكة الهيتية القوية كانت، ولكن مع اختلاط الخوريين مع الهيتيين تأثر الهيتيون بالثقافة الخورية، حتى أخذوا اقتبسوا آلهتهم وأيضا كثير من معتقداتهم وعاداتهم وتقاليد الخوريين. بالإضافة إلى هذه الممالك الثلاثة كانت هناك ممالك صغيرة أيضا أسسها الخوريون، مثل سيميرو وأسوهينو وإلخات وتوكريش وكيماش وخورتي وكاراخار وأشلكا. كانت هذه الممالك الصغيرة محصورة في المثلث الخابور. وأيضا كانت هناك أورشو وخشو، هذه كلها كانت ممالك صغيرة تابعة للخوريين. الآن نأتي لإثبات كردية الخوريين. طبعا كل هذا الكلام عن الخوريين فيجب الإثبات أن الخوريين هم أسلاف الكرد. طبعا كثير من الناس يتساءلون هل الكرد هم أسلاف السومريين أم السومريون هم أسلاف الكرد أو الإيلاميون أو غيرهم؟ وطبعا
السومريون والإيلاميون والكاشيون وغيرهم هم أسلاف الكرد. نحن الكرد الآن هم أقدم من عندنا. فعندما نقول بأن نحن أحفاد السومريين، طبعا نحن نعني بالشعب الكردي الحالي، هم أقدم بكثير من الشعب الكردي الحالي. فبالنسبة لكردية الخوريين، يذكر جيجر بأن اسم الخوريين مرتبط باسم الإله خور، إله الشمس. فالخوريون كانوا يعبدون إله الشمس خور، ولذلك اسمهم الخوريون معناه عباد أو عبدة الشمس. فكان اسمهم خور أو هور. وخور في اللهجة الكردية الوسطى والجنوبية، يعني في جنوب وشرق كردستان يسمون الشمس لحد الآن خور باسم الخوريين. وفي اللهجة الهورامية يسموهم هور الشمس. وطبعا هذه التسمية في بلاد سوبرت فلحد الآن هذه الكلمة اسم الخوريين لحد الآن موجود في اللغة الكردية، ويعطي نفس المعنى الشمس. يعني بس هذا الدليل يكفي بأن الخوريين هم من نحن أحفاد الخوريين. فيقول الدكتور جمال رشيد أحمد في كتابه دراسات كردية في بلاد سوبارتو، صادر في بغداد سنة 1984، في صفحة 25 و 26 ما يلي: إن هذه التسمية في بلاد يعني تسمية خور، الخوريون، أن هذه التسمية في بلاد سوبارتو وتعميقها بمفهوم ديني وثم بمفهوم قومي على جميع السكان الذين آمنوا بإله الشمس والنور في بلاد سوبارتو من جوتيين ولوليين وكاسيين، له مغزى تاريخي عظيم، حيث أنها تعني بأن هذه المجموعة البشرية تعبد إلها مشتركا وتقوم بأداء طقوس دينية مشتركة. الديانات التي كانت سائدة في بلاد سوبارتو كانت تدعي بأولوية وعظمة إله الشمس من بين الآلهة الأخرى. مثال آخر أو دليل آخر نستطيع أن نذكر آثار اسم الخوريين لحد الآن، آثار باقية محصورة في كردستان، فقط في كردستان. طيب، اسم خرماتو، مدينة خرماتو، خوريون، ماتو يعني مدينة باللغة السومرية، يعني مدينة الخوريين خورماتو. لكن في زمن العثمانيين لإزالة أو طمس الطابع الكردي أو التاريخ الكردي للمدينة، أضاف العثمانيون الأتراك كلمة دوز، يعني باللغة التركية يعني ملح، فسموه دوز خورماتو حتى إخفاء
الاسم التاريخي للمدينة. كذلك خرمشهر. خرمشهر يعني مدينة الخوريين. وكذلك هورمان كما قلنا باللهجة الهورامية، لحد الآن يسمون الشمس هور بدلا من خور. فهورمان، هور يعني خوريون، ومان يعني مكان، منطقة الخوريين. خرم آباد يعني آباد يعني مدينة أو بناية أو يعني باني. آودان يعني باللغة الكردية يعني واحد مثلا يبني مدينة أو شو اسمه، فبالكردي نقول آوداني كردية، يعني كانت مهجورة أو ما موجودة، فعمرها أو بنى مدينة أو قرية أو هذه وجعلها مدينة أو قرية عامرة. فخرم آباد أيضا يعني مدينة الخوريين. فهذه كل هذه آثار الخوريين في كردستان. هذا دليل دامغ بأن الشعب الكردي هو هو أحفاد الخوريين. دليل آخر على كردية الخوريين هو اللغة الخورية والكردية لغة التصاقية، يعني يشكلون كلمتين أو ثلاثة وتعني معنى آخر. وأيضا هناك الآن أقرأ المشتركات، المفردات المشتركة بين، هذا أيضا دليل آخر، بين اللغة الخورية والكردية والأورارتية. أورارتية هم أحفاد الخوريين. فمثلا كلمة مانو يعني يوجد أو يعيش. لحد الآن هذه الكلمة باقية في اللهجة الهورامية، فيقولون مانو يعني باقي هناك. مثلا آلاي، هذه كلمة أيضا خورية. آلاي لحد الآن العلم موجود باقي في اللغة الكردية. فهذا باللغة الخورية معناها عريق النسب. آلاي يعني مرتفع، رفع العلم. مثلا هوش لحد الآن في اللهجة الكردية الجنوبية في شرق كردستان، في إيلام ولورستان، في هذه المناطق لحد الآن يطلقون على الأذن قوش. فهنا باللغة الخورية سمع. أيضا باللغة الخورية شالة لحد الآن باللغة الكردية سال يعني سنة. وأيضا تاشا يعني هدية باللغة الخورية. ولحد الآن باللهجة
هورامية باقية. داشة يعني أعطى، هب، يعني أهدى شيء. طيب، باللغة الخورية تشول، وأيضا باللغة الأورارتية أيضا تشول. تشول كل كردي يعرفه. تشول يعني غير مسكون، يعني فراغ خالي. لحد الآن باقية في اللغة الكردية. باللغة الخورية داد صايرة متحولة في اللغة الأورارتية إلى تاد. ف تادار هذه يعني، تادار يعني يحب. دادا في اللغتين الخورية والأورارتية. دادا يعني في اللغة الكردية أصبحت الأم. لكن لحد الآن كثير من الناس ينادون أخواتهم دادا أيضا. في اللغتين الخورية والأورارتية تعني الأخت أو الأم. أدي نفس الشيء في اللغتين، وأيضا في اللهجة المكريانية أدي يعني شيء. أس باللغة الخورية وفي اللغة الأورارتية أصبحت أسا، وباللغة الكردية صارت أسب، حصان. طبعا هذه يعني قبل 5000 سنة، فتصبح فيها تحويرات كثيرة. مثلا على سبيل المثال جورج باللغة الكردية يعني ذئب، جورج. باللغة الميدية كانت فارغ. فالآن السويديون محتفظون بهذه المفردة الكردية أحسن مما باقي في اللغة الكردية. السويديون يقولون فارغ، ماخذي بالضبط نفس المفردة الميدية، لكن في اللغة الكردية متحولة من فارغ إلى جورج. إيسا في اللغة الخورية وفي اللغة الأورارتية أصبح إيسا. السين صاير زد. وباللغة الكردية فصاير آسا، لكن آسا مضافين إليها في اللغة الكردية أسمان، السماء. فهذا المقطع الخوري الأورارتي باقي في اللغة الكردية، لكن مان معناه مكان اللغة الكردية. وآس يعني آسو، الأفق في اللغة الكردية، يعني مكان الأفق، السماء. وباللغة الخورية أورا، ونفس الشيء بالنسبة في الأورارتية، لكن في اللغة الكردية صايرة قورة. قورة يعني كبير باللغة الكردية. حتى يسموه مثلا واحد رئيس عشيرة أو ملك أو هذا يقولون قورة، يعني مزن كبير. في اللغة الخورية غاز،
فأصبح في اللغة الأورارتية غازولي، فأصبح في اللغة الكردية غازالي. ف معناه الغزال. العرب أخذوا هذه المفردة من اللغة الكردية وحوروها. ليست لديهم حرف الجي فحولوا إلى غزال. وطبعا مثلا إذا واحد سأل طيب غزال وأنتم تقولون غزال، أنتم ماخذين هذه المفردة من العرب، لكن هذه الخوريون والأورارتيون عمرهم قبل الميلاد 3000 سنة قبل الميلاد. وبعدين الكرد شكرا أخ زبير يوسف، صحيح، داشة بالهورامية. فبالتالي الكرد أقدم من العرب، فالأحدث يرجع للأقدم. عندنا كلمة أخرى هاو هاوستين، خواستين، يعني واحد يبحث عن شيء أو يرغب في شيء. لحد الآن نستعمله من دخوازم وابكم، يعني أنا أرغب أو أود أحب أنا أعمل هذا الشيء. حتى العرب ماخذين الحلوى من عندنا. الحلوى. فالحلوى باللغة الكورية هلولا، وأصبحت في اللغة الأورارتية هاو، وفي اللغة الكردية هلو. فكثير من الكرد لا يعرفون، عندما نذكر على سبيل المثال الحلوى فيقولون هذه كلمة عربية، ولكن إذا رجعنا للأصل نعرف بأن هذه الكلمة تعود إلى أسلاف الكرد الخوريين والأورارتيين. أيضا لعلمكم كلمة شعر أيضا العرب أخذوها من الكرد. مع الأسف الكرد لا يستعملون الكلمة السومرية. بالسومرية شرو، فالعرب أضافوا حرف العين عليه وأزالوا الواو وأصبح شعر. نعم، ذكرت في الحلقات الكلمات الكردية المقتبسة من قبل العرب. نعم. سنتين. لكن في اللغة الكردية لحد الآن باقية هذه الكلمة، لكن صايرة سرود يعني نشيد باللغة الكردية. هار باللغة الخورية وباللغة الأورارتية يعني يدمر. فإحنا الكرد أيضا نقول فلان هارة.
يعني يدمر وأيضا عندنا كلمة هناء. أيضا هناء يعني الآن هنا. وهيج، هيج باللغة الخورية، وهيز، خيز باللغة الأورارتية، وبيتش، هيتش يعني يلف أو يحزم. بيتشاندن، بلي بيتشاندن. بلي. لا أدري، الوقت داهمنا لأن كلمات كثيرة باقية. يعني هذه كانت بس صفحة واحدة للكلمات، عندي 3 صفحات أخرى للكلمات المشتركة. على كل حال أسرع بها. ف هيج باللغتين الخورية، وهذا ذكرناه. هرا باللغتين الخورية والأورارتية. حتى الإنجليز ماخذين هذه الكلمة من عندنا، هري يعني اسرع. هرا نستعمل بالكردية يعني اسرع. باللغة الإنجليزية هري. خدانا، خدانا باللغة الخورية وفي اللغة الأورارتية صايرة هوتو، هوتو. فهذه خدا يعني، بس هم مستعمليها للإلهة، يعني إله المؤنثة، يعني للمرأة. لحد الآن خدا باقية في اللغة الكردية. خور، خور هذه كلمتين خورية، وأيضا في اللغة الكردية باقية صايرة خور، يعني يشرب، خواردن. هوش في اللغة الخورية، وفي اللغة الأورارتية متحول إلى هوز. فهاج، هاج في اللغة الكردية يعني هاجة، صوت الشلالات مثلا، صوت الماء، هاجيديت. فإينا، في اللهجة الهورامية لحد الآن إينا يعني هذا. كا في اللغة الخورية، جي أصبحت في اللغة الأورارتية جي. كادان يعني مخزن مال للتبن. كا أنتوا أستاذ علي هم تستعملون كا لا، كا. كادين، تبن، كادين مكان التبن، يعني المكان اللي ينحفظ فيه التبن. نعم، نعم. كيشي نفس الشيء في اللغتين الخورية والأورارتية. كيشا يعني يعني مكافأة، يعني واحد يكافئ، يأخذ. كيشا. كو، كو باللغة الخورية، وخو باللغة الأورارتية. فباللغة الكردية صايرة كوت، كفت يعني وقع.
كورو يعني مرة واحدة مثلا. باللغة الخورية، اللغة الما موجودة، باللغة الما مكتوبة، ما معروفة باللغة الأورارتية. فلحد الآن الكرد يقولون يكرة دوكرة، يعني مرة واحدة. آه، نفس الشيء باقية. مان كلها اللغة الكردية واللغة الخورية والأورارتية كلها نفس الشيء، يعني مان يعني دمينت، يعني يبقى. ميرو أيضا معروف في اللغة هذه. ميرو في اللغة الخورية، مرو يعني رجل أو شخص. إيه، ناس أو ناز. ففي اللغة الأورارتية صايرة ناس، فلحد الآن نازدار باقية في اللغة الكردية. إيه، يعني خليلة أو مدللة. نازدار، نازك. ناسكة. إيه، نيه في اللغة الخورية، ونيغاري في اللغة الأورارتية. شو صار دكتور؟ ما أعرف يعني أشوف الصورة ما لا لا، انت صورتك موجودة، الثانية الثانية لا. آه، أنا تصورت يعني الوقت يعني الوقت يعني نقدر نستمر. تفضل تفضل. ها. تفضل. آه، صوتي هو إلى الحذر. ثواني دكتور، انت جاي بصفحة ثانية كمان. آه. ثواني بس، فقط آه. ثواني. تفضل دكتور، مش الحال. آه. آه. فرمك. هلا أكو صدى. هلا ما في صدى، انا آه. كنا ماشي. آه. فرمك. آه. جيد. آه. ني نيجا. آه. لا لا دكتور، ده سيخوانات التشكيلات المشي. آه. انت باسم تاني كمان بتفوت بيصير صفحتين عندي. ده بدرو بهالجمة نافيتا ددوتين نا ولو بمين بس يخو نافي لابتوب استاذ بينم. تفضل، عم شوفك والصوت منيح. بابا. بابي اللغة الخورية. في اللغة الأورارية بابا. آه، في اللغة الكردية آه، بوب، يعني قمة. بوب. دكتور وأيضا
بيل باللغة الكورية، بيلة باللغة الأورالية، وباللغة الكردية بير بيل يعني قناة. سامح باللغة الكورية، وأصبح باللغة الأوروبية شاعر، وفي اللغة الكردية شعراء. هذه شعراء شعراوة شعراوة يعني آه، مخفي. دكتور كمل أسمعك، أنا آه، سكرت الصورة، تفضل. شاب شاب شابا باللغة الكورية واللغة الأوروبية ساب خالي. باللغة الكردية شابوال، واحد آه، 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 يقدم مثلًا أو يرفع كفّه. آآ اللغة المفردة الأخرى الكورية ساولا، سالي، شال يعني سنة، سال. وشي شيجا باللغة الكورية، وأصبحت باللغة الكردية يعني شاهد. هذه الكلمة أيضًا العرب آآ أخذوها من الفرس وجعلوها آآ شير باللغة الكورية، وباللغة آآ باللغة الكردية صايرة جير، جير يعني جيد أو عاقل. سيد. جير نقولها عن الذكي، الشخص الذكي. أي نعم. تفضل. سيد وسيتي، فهذه معناها مث ال العذراء أو الخادمة. شوم أو شومر باللغة الكورية، وباللغة الكورية شومان. باللغة الكردية أصبحت شامراه. شامراه هذه مشابهة باللغة العربية، أما من اللغة الكردية. شوري باللغة الكردية الأوروبية شورى. باللغة الكردية شور أو شير يعني ملك أو تاماري. تاماري اللغة الكردية يعني رطوبة. وباللغة الأوراقية ترانو. باللغة الهندية أصبح تاري. تاري يعني دكتور خذ ال... راحتك. آفيفخ دكتور. ها آفيفخ آف. آه، لحظة. تمام، أوكي أوكي. بري هنك بلكي جبر شيرو بكرني ما مستزبر شخو كخويا جي كبر آفيفخ ويباش به. العفو. آه، كلمة أخرى توبو باللغة الكورية واللغة الأوروبية
مكتوبات أصبحت اللغة الكردية نبات يعني بثبات آه، صامت. ولي اللغة الكردية، ونفس الشيء بالنسبة إلى اللغة الأورال. فبالنسبة للغة الكردية صايرة ولا يعني الآخر كلمة أخرى آلاف أصبحت بالأورالية آلوسا، آلاف، مير آلاف، يعني اللغة الكردية مير آلاف يعني ملك، حاكم، أمير. آل باللغة الكردية، والقاء بالأورالية، وأصبحت اللغة الكردية القاء. القاء يعني خلق. العرب أيضًا ماخذين هذه الكلمة من الكورية الكردية. أمور ب باللغة الكورية يعني ورد بري. نعم دكتور، أنا شلت الصورة. أنا شلت الصورة. صاير مكرر. أنت واضح ومبين الصوت هيك أفضل. فرموكي. سباس. أكمل دكتور. أي فأمور باللغة الكورية أمور، إن باللغة الكورية مور. آآ قلنا هذا معناه ورد بري، نوع من الورد بري. أرض يعني أرض إذًا حتى الair ماخذينها أيضًا من هذه من الأرض. أرض باللغة الكورية، وأرضي باللغة الأورالية، وأرض نفس الشيء الكورية بالكردي. أرز باللغة الكورية أو أرز، وأصبحت في اللغة الأورالية هرزة. هرزة. والآن باللغة الكردية أيضًا نحن نقول هرزكار. هرزكار يعني شاب، ولد شاب، أو بنت شابة. ال الكلمة الأخرى الكورية آسي. نفس الشيء باللغة الكورية آسي. باللغة ال الكردية صار أسير. حتى أسير آآ لغة أورالية وكورية كردية، و آآ دخلت لغة عربية أيضًا. آوار باللغة الكورية، آوارة باللغة الأورالية. دكتور، آه. أنت حاليًا واضح جدًا وما في مشكلة. مبين الرابط اللي عندك عم تضغط عليه مرة تانية بتطلع عندي مرة تانية، لما بيطلعوا مرتين الصوت بيتقطع. أما إذا تضل هيك ممتاز. شو زور أعمل؟ جوانا باشا. كيف أرجع لك؟ أنت بس موجود. أنت موجود. أنت بس موجود. أنا ما أشوف يعني. مو أنا مشكلة. نحن نشوفك أحكي. ونسمعك. ماكو جيد. مشكلة. جيد. برسجريك نية فرمك. باشا سباس. آوار باللغة الكورية، وآوارة باللغة الأورارتية، ونفس الشيء آوار باللغة الكردية يعني مكان.
آويارة باللغة الخورية يعني آه، عمل يعني واحد يستعبد الآخر. وباللغة الكردية بيغاري أو ويغاري. مفردة أخرى باور باللغة الخورية، وفي اللغة الأورارتية أصبحت باور، باور. وباللغة الكردية أصبحت بور يعني بني. بورغ باللغة الخورية، وبورغانا باللغة الأورارتية، وبورغ باللغة الكردية يعني برج. العرب أيضا ماخذين، وفي في إحدى الحلقات عن الكلمات العربية المقتبسة من الكردية أيضا تحدثنا عن هذه الكلمة. وآخر كلمة هي شاري باللغة الخورية أو ساري، وشول باللغة الأورارتية، وباللغة الكردية شال. شال يعني حتى دخلت هذه المفردة إلى اللغة العربية أيضا. وبانتهاء هذه الكلمة ننهي هذه المحاضرة، وأشكر أستاذ علي على إتاحته هذه الفرصة للحديث عن الخوريين، وأشكر جميع المستمعات والمستمعين، وأرجو أن تكون محاضرة مفيدة، وقد أعطت معلومات واضحة عن الخوريين، موطنهم وهجرتهم وممالكهم، وأيضا عدد من المفردات المشتركة بين اللغات الخورية والأورارتية والكردية. نعم دكتور. شكرا جزيلا، وإلى